السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بسبوسة بشكل مختلف خالص وطعمه مختلف. بصي، هي اختلاف خالص عن البسبوسة العادية، بجد في حتة تانية خالص ولازم تجربوها. بجد طعمها تحفة. الشوكولاتة من جوه ومن بره بجد هايلة. انا معايا هنا علبة زبادي وفانيليا، وهناخد معلقة كبيرة من البيكنج باودر، كيس بسبوسة زي ما تحبي، هو عبارة عن نص كيلو، هو بنتي بتشتريه سايب. ودي نوتيلا انا عاملاها في البيت، هتلاقي الفيديو عندك. انا واخدة حوالي نص كوباية من شوكولاتة النوتيلا. تلاقي الفيديو عندك في القناة، انا عاملة النوتيلا بطريقة حلوة جدا اقتصادية. هاخد نص كوباية من النوتيلا، وهنزل عليها علبة الزبادي كلها. تمام. لو انت بتشتري البسبوسه سايبه هي حوالي نص كيلو، تمام. لو انت بتشتريها كيس كده يبقى هو هتفضي الكيس كله يعني. وبعد كده بعد ما احط الزبادي على على الشوكولاته، بخلطهم كويس مع بعض. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير دعما للقناه. بجد حلوه جدا جدا جدا، لازم تجربيها والله بجد. يعني الاطفال اللي مش بتحب البسبوسه لا هتاكلها، لان بجد هايله. انا هنا بعد كده هفضي كيس البسبوسه، هو انا قلت لك حوالي نص كيلو هو. بعد كده بفضي عليه الفانيليا، سواء فانيليا عاديه او فانيليا سايله عادي اللي موجود عندك. ومعلقه كبيره بيكنج باودر، مش معلقه صغيره، معلقه كبيره، عشان بتختلف ان انا حطيت النوتيلا، فهحط معلقه كبيره. وبخلط كل المكونات دي مع بعض. انا كنت حاطه على البوتاجاز نص كوبايه لبن عليها معلقتين سمنه كبار. نص كوبايه لبن عليهم معلقتين سمنه كبار، سمنه بلدي، سمنه عادي، او زبده. تمام. بحاول اسخنهم شويه على البوتاجاز. تمام. وبعد كده بكمل بيهم عجن البسبوسه، زي كده فكره كيكه الحليب الساخن. خلاص. يبقى انا نص كوبايه اللبن حطيت عليهم معلقتين سمنه، وبكمل بيهم عجن البسبوسه. خلاص. انا كنت حطاهم على البوتاجاز عشان كده مش باينين في المكونات يعني، بس يا دوب سخنوا شويه بسيطه كده، مش غلت. وبكمل بيها عجن البسبوسه لغايه ما احصل على القوام المناسب. اي سمنه عندك، سمنه بلدي حطي، سمنه عاديه عادي، زبده، مكعبين زبده. انا الخلطه دي يعني الطريقه دي مش بحط لها سمنه كتير، يعني هي معلقتين كبار كده مع نص كوبايه اللبن. وبتقدري تخلطيهم كويس خالص، وبتكوني مجهزه صينيه. تمام. دهنيها سمنه، وبفضي الخليط ده في الصينيه، وانا اكون مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الوسطاني، وبحطها. بجد حلوه جدا 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 جدا، بجد هايله. وانا قلت لك هتلاقي بديل النوتيلا انا عاملاه عندك في القناه، حلو خالص واقتصادي بجد والله، وجميله جدا. انا هحطها على الرف الوسطاني. تمام. وبعد ما بتستوي بتبقى معاكي بالشكل ده. خلاص. هي كده استوت، بتحطيها خل او حاجه كده عشان تعرفي ان هي استوت، عشان اللون البني طبعا هيفرق معاكي. انا هي نص كوبايه سيرم شربات، دي اختياري بس يعني عشان تبقى جوسي معاكي وطريه، فهي كوبايه صغيره خالص. بحطها الاول قبل ما انزل عليها النوتيلا. شايفه القوام، انا كنت حاطه جواها شوكولاته شيبسي، ده اختياري يعني، مش ممكن ما تحطيش عادي. تمام. فانا بفضيها زي ما انت شايفه كده، يعني بحط حوالي كوبايه كبيره. فعشان كده قلت لك براحتك سيرم الشربات، بس هي بتخليها طريه شويه. وبعد كده بحط سيرم الشوكولاته، قصدي صوص الشوكولاته. بجد طعمها تحفه، حلوه جدا جدا جدا. اختلاف خالص عن البسبوسه العاديه. وحلوه خالص وخفيفه برضو. بقى تزينيها بقى زي ما تحبي، بقى عندك مكسرات حطي، عندك فرماسيل عادي، فول سوداني، اي حاجه ممكن تحطيها على الوش. مش لازم فرماسيل يعني، انا كان عندي فعنحه هو ده اللي حطيته. انت ممكن اي مكسرات عندك تحطيها، بجد تحفه. لازم تجربيها والله، حلوه جدا 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 جدا. ويختلف عن البسبوسه العاديه بجد. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. بجد طعمها هايل بجد والله. بتبقى بقى تقطعي فيها زي ما انت عايزه يعني. بصي القطعه ماسكه روحها، وفي نفس الوقت مرمله عادي، بسبوسه عاديه بس هي بالشوكولاته. بجد تحفه خالص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.